هل تعرف أن منجوس يكذب علي؟ ماذا حدث؟ أنا لقد سألته هل تعرف هل رأيت كرتي؟ قال لي لا، ولكن أنا عرفت أنه يكذب علي لأنه رأى أين كرتك؟ نعم. هل هذا حدث يا منجوس؟ لقد كانت كذبة صغيرة فقط، وهي كذبة بيضاء. هل نحن على الهواء؟ هل أصدقاؤنا الأطفال يشاهدوننا الآن؟ مرحبا بكم يا أصدقائي الأطفال، كيف حالكم؟ انظروا إلى أصدقائنا هنا، حيوهم يا جماعة. مرحبا مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم يا أصدقائي الأطفال؟ نحن هنا مع منجوس ومحمد وصديقتكم نورة. مرحبا جميعا بكم في برنامجكم براعم. هذه المرة سوف نتحدث عن قصة جميلة مشابهة لما حدث لمنجوس ومحمد. هل أنتم متشوقون؟ دعوني أخبركم أو أحدثكم عن هذه القصة في قصة براعم. كان يا مكان في قديم العصر والزمان، كان هناك شاب صغير يعيش في وسط قرية ويعمل في رعي الأغنام. كان يأخذ أغنامه كل يوم منذ الصباح لترعى في الغابة التي بقرب القرية. يأخذها وتذهب وترعى وترعى وترعى، ثم يجمعها في المساء ويعود بها إلى البيت. في أحد الأيام شعر صديقنا بالملل والضجر، لأنه طوال اليوم يبقى يراقب في أغنامه وهي ترعى في الغابات والحقول والمراعي. فشعر بالملل والضجر ذات يوم، فكان يفكر ماذا يفعل يكسر هذا الملل وكيف يمضي وقته. فجاءته فكرة سيئة وشيطانية، وهي أن ينادي بأعلى صوت له ويصرخ أن الذئب يأكل قطيعة. فماذا فعل؟ فطبق تلك الخطة وبدأ يصرخ بأعلى صوت له: أنجدوني أنجدوني، الذئب يأكل قطيعي، أنجدوني. فسمع أهل القرية صراخه وسارعوا إلى صديقنا لإنقاذه وإنقاذ القطيع الخاصة به من الذئب لكي لا يأكل قطيعة. وحينما يأتون وهم مهرولين ويحملون الأشياء والعصي لأجل أن يصطادوا هذا الذئب ويقتلوه ويحموا قطيعة هذا الصديق، وحينما أتوا وهم مهرولين تفاجأوا أن لا أحد يأكل القطيع وأن الذئب غير موجود، ويرون صاحب القطيع يضحك عليهم بصوت عال، ويضحك ويضحك لأنهم صدقوا صراخه الكاذب وهم قد أتوا مهرولين لإنقاذه. فغضب أهل القرية وعادوا أدراجهم. بعد ساعات قليلة كرر فعل ذلك الأمر مرة أخرى، فصرخ بأعلى صوت له: أنجدوني أنجدوني أنجدوني، الذئب يأكل قطيعي. حينها سمعوا صوته مرة أخرى، حملوا عصيهم وأسلحتهم وأتوا مهرولين مسرعين لإنقاذ قطيع هذا الرجل الصديق. وحينما وصلوا إلى القطيع لم يجدوا أي ذئب مجددا، ولم يجدوا أن للقطيع قد حدثت له أي مشكلة. وينظروا إلى صديقهم فيجدونه يضحك ويضحك ويضحك وكأن شيئا لم يحدث، وكأنه لم يصرخ، وأنهم أتوا مهرولين وتركوا كل شيء من أجل إنقاذه. حينها غاضبوا مرة أخرى وعادوا أدراجهم إلى القرية. مرت بعض الدقائق أيضا وكرر نفس الشيء للمرة الثالثة. حينما سمعوا صراخه هذه المرة أتوا مسرعين مهرولين ظنا منهم أنه لن يمزح مجددا، وهذا الحدث قد حدث بالفعل. حينما ذهبوا إلى القطيع لم يجدوا شيئا مرة أخرى كالعادة، لم يجدوا ذئبا ولا شيئا قد حصل للقطيع. حينها غضبوا جدا واتهموه وقالوا له: لماذا تفعل هذا التصرف الخاطئ؟ أنت تكذب علينا وتجلبنا ثم تظهر وتضحك علينا وكأنها شيئا لم يحدث.
هذا الأمر غير مقبول، نحن تركنا كل شيء من أجلك وأنت تمزح في أمر مثل هذا. عادوا أدراجهم إلى القرية. مرت ساعات وساعات، ثم فجأة سمعوا صوت صراخه مجددا للمرة الرابعة. هذه المرة يصرخ بأعلى صوته: النجدة، أنقذوني أنقذوني، الذئب يأكل قطيعي. حينها أهل القرية لم يتحركوا وظنوا أنه يكذب كعادته مثل الثلاث مرات السابقة، ولم يذهب أحد منهم إليه. حينها ماذا كان يحدث مع الولد؟ بالفعل كان الذئب قد أتى وكان يأكل في قطيعه الخروف وتلو الخروف، يأكلهم ويقتلهم واحدا تلو الآخر، وهو لم يستطع فعل شيء. كان خائفا جدا ومرتبكا جدا ويصرخ بأعلى صوته، ولكن لا أحد قد أتى إليه لمساعدته ونجدته. مات قطيعه والكثير منه قد التهمه الذئب. صار خافي الوفاض، لم يملك شيئا بعد. عاد إلى القرية يبكي بحرقة لأنه خسر فرصة أن يصدقوه أهل القرية ويأتوا لمساعدته بكذبه المستمر عليهم. وحينما وقعت الحادثة الحقيقية وأتى الذئب لكي يلتهم خرافة، لم يأتي أحد لمساعدته. فتوتة توتة خلصت الحتوتة. إياكم أن تكونوا مثله وتكثروا الكذب والمخادعة والمزاح الثقيل، فلا يصدقكم أحد حينما حقا تكونون صادقين. ما رأيكم في القصة؟ لا، جميلة. صحيح؟ نعم. وماذا استفدتم منها؟ لن تكذب على أي أحد ولا تكرر ما فعلته لكي لا تخسر مثلا أنا مزحت على واحد مثلا، الحين كنت أمزح معاه كتير كتير كتير، فإيش صار لي هذا الشيء صار حقيقي. فإيش هو الحين راح يقول إنه هذا ثاني مرة راح يكذب، فما راح يجي لي وما راح يساعدني. صحيح. أحسنت محمد. ماذا عنك يا منجوس؟ أنني آسف يا محمد، لن أكذب مرة أخرى عليك. حسنا. أحسنتم. هكذا أحبكما، تكونا متصالحين ولا تكذبا الواحد على الآخر، أليس كذلك؟ نعم. أحسنتم. ماذا عنكم يا أصدقائي الأطفال؟ هل تكذبون أنتم أم لستم كاذبين ودائما صادقين؟ أخبرونا. نعم، أنا أسمعكم. أحسنتم. دائما كونوا أنتم من تقولون الصدق ولا تكذبوا، أليس كذلك؟ هذه صفات المسلم القوي المؤمن الذي يحب الله ورسوله. هكذا؟ نعم، صحيح. صحيح. ما رأيكم أن نذهب بعد الفاصل ونعود لأجل فقراتنا القادمة الجميلة؟ نعم. متشوقون؟ نعم. حسنا، هيا بنا لنتعلم معا في الفقرات القادمة. إلى اللقاء، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أصدقائي الأطفال، أينما كنتم عدنا إليكم في براعم. هذه المرة سوف نذهب إلى فقرتنا المميزة الجميلة التي تحبونها ونحبها جدا، وهي الرسم. سوف نتعلم رسم شيء جميل وهو نوع من أنواع الحشرات لونه أحمر. هل أنتم متشوقون لمعرفة ما هو؟ سوف نتعلم بعد هذه الفقرة الصغيرة. هيا بنا. عدنا إليكم في هذه الفقرة. نحتاج قلم رصاص، ورقة بيضاء، وألوان، ولكن إن صح التعبير نحتاج فقط إلا لونين، الأحمر والأسود. هل عرفتم ما هي الحشرة التي سوف نرسمها أم ليس بعد؟ سوف نحتاج أيضا إلى ممحى، ممكن نحتاج نمحي. حسنا، نأخذ الورقة البيضاء وسوف نرسم معا دعسوقة. من يعرف الدعسوقة يا أطفال؟ هل تعرفونها؟ نعم. هل أنت متشوق لرسمها يا محمد؟ نعم. حسنا، هيا بنا لنرسم معا دعسوقة جميلة. أول خطوة سوف نحتاج إلى رسمها هي كأننا سوف نرسم دائرة.
حسناً، طويلة بعض الشيء هكذا. بهذه الطريقة رسمنا أول خطوة. ثم نرسم ماذا؟ نرسم رأسها خارجاً هكذا، نصف دائرة، ونرسم هنا نصف دائرة أخرى، وخط مستقيم يفصل الجزء هنا لكي نعرف أنه لها جناحان، أليس كذلك؟ ثم ماذا نفعل؟ الدعسوقة مشهورة بالدوائر في جسمها، أليس كذلك؟ نضع دوائر هكذا على جسد الدعسوقة بهذه الطريقة، نرسم دوائر هكذا. بعدما رسمنا دوائرا على جسمها نضع القدمين خارجتين هكذا منها، ونضع يدين وهكذا، ونضع كأنها قرون استشعار صغيرة، وبالتالي نكون قد رسمنا ماذا؟ الدعسوقة. نبدأ عذرا بتلوين اللون الأسود الدوائر أول شيء هكذا، نلونها. تفضلي محمد. نلونها هكذا جيدا بهذه الطريقة. نلون أيضا الرأس باللون الأسود، نلون الظهر هذا قليلا باللون الأسود أيضا، ثم نلون ظهرها كلها باللون الأحمر. بهذه الطريقة قد رسمنا الدعسوقة. انظروا إليها جميعا كم هي جميلة، أليس كذلك؟ ما رأيك فيها يا محمد؟ جميلة. هل تحتاج إلى اللون الأسود والأحمر؟ ها هو الأحمر. حسنا، انظروا إلى دعسوقتي، ها هي هنا، رسمناها بسهولة وسلاسة في وقت قصير، إنها سهلة وجميلة. يمكنكم أن ترسموا بعضا من الحشرات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في كونه الجميل. هذه اسمها دعسوقة، ويمكنكم أن تسمونها كما تحبوا، وحتى أن تلونوها كما تحبوا، ولكن لونها على الطبيعة أحمر وأسود. هذا لون الدعسوقة على أرض الواقع. ما رأيك يا محمد؟ جميلة. أرهم دعسوقتك الجميلة المبدعة أيضا. أحسنت، لا بأس. انظر إلى دعسوقة محمد، إنها جميلة، إنها طويلة بعض الشيء ولكن لا بأس. أرهم دعسوقتك جميلة مبدعة مختلفة قليلا. أحسنت. حسنا، سوف ننتقل إلى فقرة التحدي لنرى من سوف يفوز هذه المرة، منجوس أم محمد. هل أنتم متشوقون لمعرفة من الفائز في الفقرة القادمة؟ من؟ أنا. منجوس. أنا سوف أفوز عليك. لا، سأفوز أنا هذه المرة. سوف نرى. حسنا، سوف نرى في فقرة التحدي. مرحبا بكم يا أصدقائي الأطفال أينما كنتم في التحدي، وهذه المرة سوف نكتشف من سيفوز، محمد أم منجوس. أم أنتم يا أصدقائي الأطفال؟ حسنا، جاهزين مستعدين للتحدي؟ ماذا عنكم؟ مستعدون. من سوف يفوز يا ترى؟ أنا سوف أفوز. أنا سأفوز. سوف أفوز عليك كل مرة. سنرى ذلك الآن. سنرى. حسنا، سوف نرى. أول سؤال يقول، هل أنتم متشوقون لأول سؤال؟ نعم. أين يوجد نهر النيل؟ أين يوجد نهر النيل؟ نهر النيل. أين يوجد نهر النيل؟ أين يوجد نهر النيل؟ أين يا ترى؟ هل عرفتم الإجابة يا أصدقاء الأطفال؟ هل عرفتم الإجابة يا منجوس ويا محمد؟ إنني أفكر قليلا. من سوف يجيب؟ سوف أعد للثلاثة، إن لم يجب أحد منكما يعني خسرتما كل الإجابة. حسنا، واحد. هل هو في السودان؟
صحيح، يمر أيضا على السودان. أحسنت. لقد فزت عليك. لست فزت، بس واحدة فزت أنت. حسنا سنرى. يمر على مصر والسودان. أحسنت. السؤال الثاني، نقطة لمنجوس الآن. السؤال الثاني شجعوني يا أطفال. يلا شجعوني. يقولوا منجوس لا محمد حسنا، شجعوا من تريدون. السؤال الثاني يقول: ما هو البيت الذي ليس له أبواب ولا نوافذ؟ البيت اللي ما عنده. هناك بيت ليس له أبواب ولا نوافذ، ما هو؟ يا ترى ما هو هذا البيت الذي ليس له أبواب ولا نوافذ؟ هل عرفتم الإجابة؟ هل هو بيت الشعر؟ أحسنت يا منجوس. منجوس. نقطتين لمنجوس ولا نقطة لمحمد. لا بأس يا محمد، سوف تجيب المرة القادمة. أحسنت. حسنا. السؤال الأخير يقول: ما هو الشيء الذي يمتلك أسنانا ولكنه لا يأكل ولا يعض؟ ما هو الشيء الذي يمتلك أسنانا أنا لكنه لا يأكل ولا يعض؟ هل هي الفرشاة؟ صحيح، إنه المشط أو الفرشاة. أحسنت يا منجوس، برافو. فزت عليك. لقد فاز منجوس هذه المرة. شجعوني يا أصدقاء. منجوس. ولكن لا بأس لأني فزت عليه تقريبا كل صحيح. أغلب الوقت دائما تفوز على منجوس، لكن هذه المرة فاز عنك منجوس. لا بأس. طيب. كذلك. نعم. مرة نربح ومرة نخسر، وهكذا هي الحياة. في الأخير سوف نبقى أصدقاء. صحيح. أحسنت يا محمد، برافو. وهذا ما يجب أن يكون ما بين الأصدقاء. نحن نلعب ونبقى دوما أصدقاء، نتنافس ونبقى دوما أصدقاء، أليس كذلك؟ نعم صديقي. أحسنتم. إذا يا أصدقائي، هل عرفتم أنتم أيضا الإجابة الصحيحة؟ ماذا عنكم؟ أخبروني. أحسنتم. إذا نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.